لا غرامة ولا إيقاف. ليلة أمس كانت آخر ليلة في 60 يوم المهلة المحددة من الفيفا الاتحاد الدولي لمحمود كهربا لدفع الغرامة لنادي الزمالك، وكانت الغرامة مقدرة بحوالي 2 مليون دولار وكسور، ومع ذلك لم يدفعها كهربا حتى أمس. وبناء على ذلك فقد جن جنون نادي الزمالك، فتقدم الزمالك بشكوى للفيفا الاتحاد الدولي بإيقاف كهربا عن اللعب، وأيضا بمضاعفة الغرامة التي لم تدفع حتى الآن. أما من ناحية كهربا فتقدم بطلب رسمي للاتحاد الدولي يطالب بمعرفة حيثيات القرار. وطبعا محمود كهربا اتقدم بالطلب ده في التوقيت ده بالذات، لأن معروف إن المقرر عليه بدفع غرامة من الاتحاد الدولي للفيفا لأي فريق أو لأي شخص مجرد ما يتقدم بطلب لمعرفة حيثيات القرار بيتم تجميد مدة الغرامة أو مهلة الغرامة تجميد تام. لحد إمتى؟ لحد ما يوصل حيثيات القرار للاعب. طيب بعد ما يوصل حيثيات القرار للاعب في كمان مدة 21 يوم للاستئناف، يقدر يستأنف فيهم من أول يوم لآخر يوم، وطبيعي جدا جدا إن هيتم الاستئناف. طيب بعد ما يتم طلب الاستئناف أو الاستئناف نفسه هيتم تجميد المدة مرة تانية حتى البت في الاستئناف. يعني من الآخر لا غرامة ولا إيقاف، وهيفضل كهربا يلعب، وهيفضل الفيفا يفكر، وهتفضل الزمالك تقدم شكاوي، على ما نبقى بقى نشوف هيعملوا ايه في الاستئناف ويردوا علينا بايه وايه القرار الجديد. ولحد هنا اقدر اقولك ان الخبر خلص. يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل علشان يوصلك منا كل جديد، وما تنساش اللايك. صلوا على النبي ولا تنسى ذكر الله.